يحرر منطقه من حقهم هنا يجوا يحرسوها. المستنفرين ديل زي زمانك بتذكر في التسعينات لما كان زمن الدفاع الشعبي، كان معانا نحن كجيش الدفاع الشعبي ده معانا، لكن ما كان بقود المعارك، كان بيكون معانا ولكن بنحرس المناطق اللي نحن سيطرنا عليها. المناطق اللي سيطرنا عليها بنحرس لها. المخازن الغير المهم ده شغله، لكن ما شغله يمشي، ما شغلنا احنا كقوات وهكذا. لكن الليله عندما انت تجي تعتمد لي على المشتركه او تجي تعتمد لي على ناس كيكل ده متين هم خشوا الجيش ده، ما خشوا باعتبارهم مستنفرين. ناس كيكل ده باعتبارهم مستنفرين، يعني من متى دخلوا القوات المسلحه دي؟ مستنفرين، لكن منظمين لقوا انه عندهم قائد وقدر جمعهم وقدر رتب لهم صفوفهم وقدر مشى اخذ حاجات والان رتب امورهم، ولكنهم في النهايه يظلوا عباره عن مستنفرين. اما المشتركه دي معروفه هي يعني قوات يعني مخانق، وجات يعني بقانون ولا باتفاق جوبا، ثم عندما قامت لها 9 شهور هناك وثاني انتوا تفاهمتوا معاه وجبتوها، والان بقت تدق جرس. الشغل بقى عليها صعب، فقدت كثير من افرادها، عرفت بانه الشغلانيه دي حتستمر، المهم عايزه لها قروش، مش عارف عايزه لها، المهم عندها حاجه الايام دي عندها حاجه في راسها. فلذلك احنا ما عايزينكم تعتمدوا على ناس عشان في النهايه يعني انتوا تندموا على اطاله الزمن وعلى الشيء صرفتوا عليه. شيء بتصرفوا اصرفوا على ابناء الوطن الاوفياء اللي عايزين يخشوا في حقل القوات المسلحه السودانيه. انت اصلا كقوات محتاجه لجيش سوداني، اصلكم انتوا يا جيش محتاجين لقوات. الان عندنا مئات الالاف من شبابنا، شباب زي الورد، مئات الالاف من الشباب السوداني قسما بالله العلي العظيم محتاج بس زول يجي يقول له يا اخي هو فتحنا معسكرات تدريب وتجنيد للقوات، فتحنا الكليه، كليه الشرطه وغيره، لماذا مغلقين الابواب؟ ما هو سؤال. وهي اللي فضل في السودان ده شنو غير المؤسسه العسكريه دي؟ الفضل شنو ثاني غير يعني الجيش ده؟ مؤسسه الجيش ده يبقى ان نحن لابد ان يعني نبنيه. والان اصلا احنا محتاجين له. الناس اللي بتدلعوا لكم دلع ده ما ماشي، هذا الجماعه ده قال لكم عديل كده نحن ما ماشيين. عديل افتحوا المنصات دي، انتوا قاعدين كلكم كده كهذا الجيش ده قاعدين تسمعوا منصات الناس دي، افتحوا المنصات دي اسمعوهم قاعدين يقولوا شنو الناس دي. قال النيل الازرق هم ما ماشيين، قالوا ما ماشيين، بتعملوا لهم شنو؟ ها؟ المهم رسالتنا يا اخواننا واضحه جدا، ما دام الجيش السوداني ده في غفله يجب على اي ناس اقليمي يعملوا لهم جيش، لانه شكلوا الناس البرهان ديل دايرين يستمروا في نفس المنهج بتاعهم ده، ومنهجهم ده ال3 سنين دي مفروض يعرفوا انه المنهج ده ماشي لوين. 3 سنين دي ورتهم تماما. نحن نشهد ونعلم عندما الجنجويد كانوا على مستوى الخرطوم والجزيره وبدايه كانت الناس انتفضت بكل صدق، الناس انتفضت ولله الحمد والمنه، حررت الجزيره وحررت الخرطوم، ولكن تاني الناس يعني بطال اللي اللحظه ثاني ما دورت.